گهدارین هیوی اف ام دما و خوش بی از ند ابراهیم بورما دخلک کنوش کوشیانوش دارده گهدارین ما مجاره ما ایرو لسر نخوشین تنگبونا هستوایا تا گمناز و گنچ صدمین بین خوشینا و چاواتی چاره سرکرن بمره یا ایرو دکتور روان تمو پوری نخوشین غدد صم و سکری وجمر با آخوا و هن آگاهین بهتر بدا خویانی کرن. مرحبا جورة، از دكتور روان تمومة دراسات عليا أمراض غدد الصم الجامعة الشامية، از عضو جمعية SAMA أطباء خريجي أمريكا، طلب قبول في جمعية شيكر وأز بوم عضو في جمعية هم. موضوعي ميتيت بيشتغلن أوستيوبوروسيس تخلخل العظام. بري حرتشتي فرقك هي دناف تخلخل العظام ودناف أوستيوبينيا يعني فقد العظم. فقد العظم مرحلة سفكتر جاء تخلخل العظام. حتى قام دفينا خشيت بيشتغل دفي بيشي تفاصيل مشو كانت في أمتيت بيشتغل. يعني دفي أم ظالمين إنه لا شيء إنسان دهستيده سي أنواع خلايا هنا. أوستيوبلاست الخلايا البانية، أوستيوسايت أبيها الخلايا العظمية، الخلايا النهائية يعني، وهي جمتها أوستيوكلاست الخلايا الكاسرة، يعني خلايا بانية هنا وخلايا كاسرة هنا، بحردو أساسي أميسر دورة وابشتغل. طالما موجو خلايا بانية هنا وخلايا كاسرة هنا معدود في أمزان وعملية الهدم والبناء يعني عملية التقلب العظمي موجودة دهستي إنسان ده يجروجا قتشيد به ويجروجا كتلة عظمية كامل دبه بعد البلوغ وحتى روجا قدر رحمتي عود تركيب العظم يعني قافا هدم تشيد بالتقلب عظمي تشيد به الجم إنسان دفي كميات كافي يشكلس وفوسفور هبه حتى في عملية تقلب مستمر تشيد يعني كيلو كسر عظمي تشيد به سر سطح العظم بنفس الوقت إعادة بناء تشيد به إعادة البناء كميات كافي يشكلس وفوسفور جيل لازم دريا شرطة دريا فيتامين د لرتي أفنق لأنه فيتامين د عملكي قلكي أساسية وبالمناسبة 90% جملتي سوري عاوز فيتامين د الباوي هي قافا تقلب عظمي تشيد به عود البناء تشيد بالباء إنسان طبعا بشتي بلوغ دائما بنهاية هاي المرحلة نقص كتلة العظم كمياك بتشوشك قلك بتشوشك نقص شدبة يعني بالنهاية نوع من الخسارة شدبة بيشتكي التقلب شدبة أكبر دليل سيرفيتشتي مع تقدم العمر ظاهرات شدبة نقص العظم المرتبط بالعمر إيش بقوله مع المستقبل بيجن هستي هشاشة هستي شدبة بالباء إنسان لأنه بشكل مستمر عملية التقلب ده نقص عظمي شدبة عوامل هنا زيادة التقلب العظمي شدكة وتشتن هنا ضعف عملية البناء شدكة ضعف البناء مثلا القشرانيات السكرية يعني الكورتيزون مواد ضعف عملية البناء تشتكه وبنفس الوقت مواد هنا زيادة فعالية عود البناء تشتكه وفيتامين د تشتندجي هنا علاقتها يقول لك هي بموضوع البناء العظمي الهرمونات الجنسية وخاصة الهرمون الذكري الأندروجين الهرمون الأنثوي الاستروجين تأثيرة كنسل السعة الارتشافية لكاسرات العظم سي عوامل هنا بشكل أساسي تأثيرة كن القوة العظمية شنو هرمونات جنسية الفعالية الفيزيولوجية يعني الرياضة أساسية التغذية فقدان أحد هذه العوامل نايا عودان ضمن بعوامل ماي مثالك بتشوك لنفترض بيركك هي قلك رياضية وطول عمري خو رياضة ليس بس كانت مرحلة اليأس ده ابتديت فقدان بهرمون الأنثوي تشيدبه إذن عاملك شو أفحردوا عاملين ماي رياضة والتغذية الكافية نكافيني وبالتالي فقد عظم البافي بيركيج شيء تخلخل العظم هي حالة فقد كتلة العظم نقص كتلة العظم مع العمر نقص كتلة العظم ممكن بدئي به يعني ممكن تشيبه مع تقدم العمر ممكن ثانوي به يعني ممكن نخوشيك هبه فقد كتلة العظم تشيكه وبالتالي تخلخل العظام تشيكه وقت مثلا نخوشيك هي نافي كوشنج زيادة القشرانيات السكرية تشتك يعني زيادة الكورتيزون دهندري لاجده أبنا خوشيهان مثلا تخلخل العظم تشتك حتى لو عمري بيستو بين صلادب أنا آخر الإحصائيات العالمية إحصائي نهى سر مستوى عالمية 2015 ده بيجي 50% من النساء والرجال بعد عمر 55 نقص كتلة عظمية أو تخلخل العظام البواشد وبالتالي زيادة خطر الكسر البواشد معلومات دين دريا في دراسة هانر بيجي في أي عمر الكسور عند النساء هي ضعف العدد البازلامة
كما اثبات كرن انه افيا بسبب اختلافات متعلقه بالجنس، يعني اختلافات متعلقه بالهرمون الذكري والانثوي. نقطه ديجي دبيجن اشعه الكسور شي البابيركا وزلامه اف دراسه حديث اثبات دبيجي انه كسر الورك البابيركا على سبيل المثال ممكن 20% زياده خطوره الوفيات شيء قافا قلباما اوستيوبوروسيس شيبو تخلخل عظام شيبو شي عواقب واهي، يعني شو ممكن تاثيرات وي جانبي هبه الفي دراسات ابا اسقال دكم. شو موضوع دراستكنا؟ تشوه الفقرات، لانه اشيع انواع الكسور كسور الفقرات. كسور الفقرات يجي اشيع اسباب تخلخل العظام. بيشتي ويتي كسور الساعد، بيشتي ويتي كسور الفخذ، يعني ام قال عنق الفخذ دكن تشوه فقرات البام الشيبو بسبب تخلخل العظام. دبيجي المعلومات الهامة احصائيا شو ممكن مشاكل قلكي مهم شيكن ألم مزمن أفتشكي بديهية، ممكن عدم قدرة على تدبر الفعاليات اليومية أفجي موضوع كي بديهية باعتبار نما كارب حركة آساسية اكتئاب آشرة زيادة وفيات أبنجا خطر عالي لحدوث كسور إضافية، يعني كسر فقرات شبو نما معناتها هي كسر كديش نابه زيدية 20 ل 30% خطورات شبه كسر كديش شبه. أنا مواد هنا ممكن زيادة خطورة شيكة فرط الكحولية، قلة الحركة، أمراض الجهازية وقت مثلا قصور كلوي، وق اضطرابات هضمية بالمثل، درمان هنا تعديد كل المسألة هستي. أنا باعتبار مقالة تخلخل العظام موجود مرتبط بالعمر، وباعتبار أف موضوعية مرتبط بيركي بيتر، لأنه آخر الدراسات بيجي زلام بيشتي عمري حفتي صالي دفيت متابعة بكش بموضوع تخلخل العظم، أما بيرك مجرد انقطاع دورة شيبو سن اليأس شيبو دفي متابعة ببه. فقدان العظم المرتبط بعوز الاستروجين، استروجين مقول هرمون الانثوي البابيرك، الهرمون الانثوي الاساسي، شما قعوز استروجين بشتي سن اليأس شيدبه، شما فقد كتلة العظم شيدبه. السبب لانه استروجين تثبيط شيتك مادة الانترلوكين 6، انترلوكين 6 هرمونات تقلب عظم زيادتك، استروجين شتك تثبيط شتك الانترلوكين 6، وبالتالي ناهل زيادة تقلب عظمي شيبه، وخاصة فترة النشاط التناسلي، يعني بري عمري 5 صار بشتي عمري 5 صار باعتبار استروجين كيم دبه، وبالتالي انترلوكين 6 زيادت به، وبالتالي زيادة تقلب عظمي شيبه، وبالتالي زيادة فقد الكتلة العظمية شيبه، اف سببها هي اساسي، وبالتالي فقد يومي للكلس شيبه. طيب ماشي شقيس فقد يومي للكلس شيبه 20 ل 60 ملي جرام. أنا أكيد 20 ل 60 ملي جرام كميات هندكة بس ور إحصائيا بحسبي بشتي 10 صلاة قابا بشكل يومي 20 ل 60 ملي جرام فقط كلس شدبة، بشتي 10 صلاة 13% من الكتلة العظمية الكلية دلاج كيم دبة، بشتي 10 صلاة ضعفين لثلاث أضعاف زيادة خطر الكسر شد. جي أمبيجن بشتي 5 صلاة يجعوز الأستروجين، يعني بشتي 5 صلاة يجي انقطاع الدورة 5 ل 8% من كتلة العظم كيم دبه. طيب أمشلو في مشكلة كارن حل بكن بشكل أساسي دي زيادة كمية الكلس والفيتامين د. أوستيوبوروسيس تخلخل العظام تشخيصه دريا جهاز الكثافة العظمية، جهاز الكثافة العظمية ناوي دي اكس اي. جهاز الكثافة العظمية شو معايرتك؟ بي ام دي معايرتك كثافة تمعدن العظم معايرتك، وبالتالي اشترط بيجي افهستيايا دو وضعك صحي دي ولد مرحلة اوستيوبينيا دي يعني فقد عظم، ولا جاي مرحلة تخلخل العظم. طيب معالجة مقوت ببساطة يا اما امي نقص فقد العظم تشيكن، معالجة يا دفي ام نقص فقد العظم تشيكن او زيادة تشكل العظم تشيكن. درمان هنا ايه نقص فقدان العظم كيم دكه، ودرمان هنا ايه زيادة تشكل العظم زيادتك. طبعا ممكن ام حرض واجب هفر استعمال بكن حسب الحالة، يعني درمان ايه نقص فقد العظم تشيتك شنو كلسة فيتامين د الهرمون الانثوي استروجين، درمان كي نافي كالسيتونين، درمان كي نافي بيسفيسفونات. ايه درمان ايه زيادة تشكل العظم تشيتك شنو درمان كي نافي الفلوريد الهرمون الذكري، وهي هرمون جارات الدرق. كمية الكلس والفيتامين د شقيس جمر لازم كلس الجرعة اليومية الموصاة بها حسب المنظمة العالمية لتخلخل العظام منظمة أمريكي دي بيجي أنه كمية الكلس بيشتي عمري بينجي صالي جمر لازم من 1200 لل 1500 ملي جرام كالسيوم. كلس دي خوارنا مدى موجودة. الحمية اليومية تقريبا